انا جاي النهارده اتكلم في موضوع الرجاله اللي يعلقوا البنات بيهم. أمم. لما تقابلني كذا مشكله والاقي جايه تقولي انا بحبه، اصل انا متعلقه بيه. طب على اساس ايه؟ تحكي لي تفاصيل كتير، يكلمها كل يوم، يسالها انت رايحه فين وجايه منين، وفي الاخر يقول لها اصل احنا صحاب. مين اداك الحق انك تسال هي رايحه فين وجايه منين او تعرف اخبارها؟ الا لو هي اللي تقول لك ماشي اوكي، انك تسال تعلقها بيك وفي الاخر تقول معلش اصل احنا اصحاب، انا ما علقتكيش بحاجه، انا ما وعدتكيش بحاجه. لا حرام عليك، لا بجد حرام. لما الاقي كذا واحده قاعده اصل هو عمل لي اصل هو سوى لي، طب تفكري كده ومعجب بيا؟ طب تفتكري هو كده بيحبني؟ طب واخرتها؟ فاكر نفسك كده الدون جوان عصرك واوانك مثلا؟ ما هو ده حرام عليك على فكره لما تعلق بنات الناس بيك وتقول اصل معلش انا ما قلتش. لا، تصرفاتك بتدل. يقول لك الفعل ما يفرقش معانا الكلام، يقول لك يفرق معانا الفعل. فعلك يبين ان في حاجه من ناحيتك، انما كلمتك لا ده عادي انا بعملها ان احنا اصحاب. حرام. وراعي ربنا، ربنا عمره ما بيسيب، والدنيا بتلف وبتدور بترجع لك، وهترجع لك في اكتر حد انت عايزه او بتحبه. يا ريت يا جماعه نراعي ربنا في بنات الناس وفي قلوبهم، لان دعوه واحده من دي وقلبها وجعها لا حرام، هتتأذي انت اذى كبير. يا ريت الشباب تراعي ربنا وتبقى واضحه وصريحه، وما نعلقش بنات الناس بينا ونقول انا مالي انا ما عملتش انا ما قلتش. لا، فعلك بيدل على اللي جواك. الكلام ما يخصناش، فعلك اللي بيدل. يقول لك الحب افعال ليس اقوال. تقول انا ماليش فينا ليا في الاقوال، سوري ما تبقاش راجل. تمام. فنريد نراعي ربنا في بنات الناس. واحده من دي قلبها مجروح تدعي عليك دعوه، ربنا مش بيسيبه، الدنيا بتلف وتدور. نراعي ربنا. اتعامل مع زميلتك او مع صديقتك في الشغل او زميلتك في المدرسه او ايا كان كانها اخت، جواك مشاعر، لما تتاكد من مشاعرك قول لها، غير كده تعامل بما يرضي الله. امال احنا ليه دايما نقول لاولادنا لا دي اختك دي اختك؟ نراعي ربنا عشان انت عندك اخت. لما الواد بقى اللي يجي يقول لي انا ما عنديش اخت، لا بس عندك بنت ان شاء الله في المستقبل، عندك زوجه. راعي ربنا.